تعالوا بقى نعمل الزلابية او العوامات على حسب ما انتوا بتسموها. زهقنا بقى من الكنافة والبسبوسة والقطايف، تعالوا بقى نعمل حاجة سريعة كده حلوة وجميلة بتركاتها، تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه كده. كمان لما نيجي نحمرها ما تعملش منكم اشكال غريبة وانتوا بتقلوها. فلو اول مرة تشوفوني انا ده عمر، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبتدي. انا هنا معايا كوبايتين دقيق، حطيتهم كل كوباية دقيق عليها معلقة من السكر، كمان عليها معلقة من النشا. يبقى كوبايتين الدقيق عليهم معلقتين من النشا عليهم معلقتين من السكر، وقلبناهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده طبعا في كوبايه كنت حاطه معلقه خميره وحاطه عليها معلقه سكر وكوبايه من الميه، وابتديت انزلها تدريجيا لغايه ما وصلت للقوام، لغايه ما نوصل للقوام ده نفضل نقلبها كده ولغايه لما يعني العجينه تبقى ليها مطه كده. زي ما انتوا شايفين انا بحاول ان انا اقعد اقلبها من تحت لفوق كتير لغايه ما يبقى ليها مطه، ودي مهمه قوي برضو للعجينه. بس كده خلاص هاسيبها ان هي تختمر. وخلي بالكم الكوبايتين الدقيق كده عليهم كوبايه واحده من الميه. بعد كده سبتهم يختمروا لغايه ما انتوا شايفين سخنت الزيت. على فكره ملحوظه، الزيت لازم يكون زيت غزير، علشان خاطر لو الزيت قليل هو ده برضو بيغير من شكل الزلابيه وهي بتتقلي. فالزيت يكون غزير ونضيف طبعا. سخنت الزيت طبعا، تنزل في زيت سخن، وابتدينا ان احنا ناخدها هنا على حرف المعلقه. يعني ما ناخدهاش في كل المعلقه، بناخدها في حرف المعلقه، بطرف كده المعلقه. وطبعا المعلقه بنبلها في الزيت زي ما انتم شايفين كده، كنت بوريكم فنجان فيه شويه زيت. نبل المعلقه ونعملها بطرف المعلقه ونحطها في الزيت زي ما انتم شايفين، لغايه طبعا ما نخلص الرصه دي. بنطلعها يعني تكون ذهبي فاتح، ما تكونش متحمره قوي. بطلعها في مصفى، وبعد كده لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي وارجع انزلها تاني في الزيت عشان تقرمش. بس كده. وكنت عاملة العسل، لو عايزين تشوفوا طريقة الشربات هتلاقوها عندي على القناة، تابعوها. بس كده ونزلتها في العسل بتاعها. العسل لازم يكون تقيل عشان خاطر يتشرب كويس ما تبقاش مبلولة. وعملت شوية بالسكر، وبألف هنا وشفا على قلبكم، بجد حلوة جدا، طرية كده من جوه ومقرمشة من بره ولطيفة قوي. جربوها هتعجبكم قوي، بألف هنا وشفا، وباي باي.